مسلسل الإمام الشافعي أو مسلسل رسالة الإمام الشافعي اللي بيتعرض حاليا في رمضان كوارث وأخطاء في المسلسل ممكن تقول عليها فضيحة بكل المقاييس، مع إن الأعمال التاريخية في مصر ما فيش منها من فترة، فالمفروض لما يرجعوا بحاجة قوية ومتحضرة كويس أو متحضرة صح، لكن للأسف ده كله ما حصلش. والمسلسل كمان اسمه رسالة الشافعي، مع إنه هو أصلا تزوير لرسالة الشافعي. خلينا يا سيدي نخش على الأخطاء عشان تعرف حجم الكارثة اللي هم أصلا عملوها. في المسلسل يا سيدي جايبين الإمام الشافعي وهو بيتفرج على كسوة الكعبة وهي بتتعمل في مصر، وهو اصلا ما كانش يعرف ان كسوة الكعبة بتتعمل في مصر، فدعا المصر لما عرف. ألا تعلم يا إمام أن الكسوة الشريفة تصنع هنا في مصر وفي تلميذ، وذلك لجودة القماش المصري، وإن شاء الله في العام المقبل سوف شوف يا سيدي، في الحتة دي كسوة الكعبة من بعد الإسلام كساها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ما تنساش تصلي عليه، ومن بعده كساها سيدنا أبو بكر الصديق بالثياب اليمني، ومن بعدهم كساها سيدنا عمر بن الخطاب بالثياب المصري، ومن بعده سيدنا عثمان بن عفان، والإمام الشافعي جاء بعدهم. والإمام الشافعي برضه اللي هم أصلا عاملين المسلسل عليه كان عايش جزء كبير من حياته في مكة، فأكيد عارف إن كسوة الكعبة دي بتتعمل فين وجاية منين، لكن هم حبوا يطلعوه مش عارف، ما تعرفش ليه. والحاجة التانية يا سيدي، في المسلسل جايبين الإمام الشافعي وهو مكبل بالحديد، وده لما كان جاي لهارون الرشيد. الراجل كان موجود في أوضة أو في الحبس مع مجموعة من الناس، أذن عليهم صلاة الفجر، فالإمام الشافعي راح قام الصلاة ودخل بالناس على طول في الصلاة. طب إيه، مفيش حاجة اسمها سنة الفجر؟ طيب الإمام الشافعي اللي هو تلميذ الإمام مالك ما يعرفش حاجة اسمها سنة الفجر؟ ولا اللي كتبوا المسلسل أصلا مش بيصلوا فمش عارفين القصة دي؟ والحاجة التالتة يا سيدي، جايبين الإمام الشافعي اللي هو خالد النبوي وهو واقف قدام هارون الرشيد مكسور وذليل، مع إن أصلا لا الإمام الشافعي كان مكسور ولا هارون الرشيد أصلا عذبه. وكل ما في القصة يا سيدي إن والي اليمن كان بيكره الإمام الشافعي، فدبر ليه مكيدة، لأن الإمام الشافعي كان بينصحه وكان بينهاه عن ظلمه للناس، فبعت رسالة للخليفة هارون الرشيد إن في جماعة عايزين يخرجوا عليه ومن ضمنهم الإمام الشافعي. فهارون الرشيد بعت له وقال له هات لي الناس دي، وجاب الإمام الشافعي وهو مكبل، في حين أصلا إن هارون الرشيد ما طلبش منه إنه هو يكبل الإمام الشافعي. ولما وصل الإمام الشافعي لهارون الرشيد، هارون الرشيد سأله، والإمام الشافعي بدأ بالأدلة والحجة يثبت إنه هو مليش علاقة بالقصة دي. فتقبل منه هارون الرشيد الحجج بتاعته واعتذر له، وجلس أو قعد يطلب منه العلم، وطلب منه إنه هو الموعظة أو إنه هو يعظه، فوعظ الإمام الشافعي فبكى هارون الرشيد. يعني يا سيدي لا الإمام الشافعي كان مكسور ولا كان ذليل، ولا هارون الرشيد أصلا كلمه ولا أهانه، وهارون الرشيد كان حافظ القرآن وكان بيقدر العلماء. وخد عندك الكارثة دي يا سيدي، في المسلسل جايبين الإمام الشافعي أو الأستاذ خالد النبوي وهو بيقول أشعار، المفروض الأبيات دي بتاعت الإمام الشافعي اللي هم أصلا عاملين مسلسل عليه، في الحقيقة الوضع مختلف خالص، الأبيات دي مش بتاعت الإمام الشافعي، ده بتاعت واحد لسه عايش معانا حاليا. الراجل طلع في فيديو طويل عريض وقال إن الأبيات دي بتاعتي، وإنه هو هيتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المسلسل. فالسؤال الطبيعي يا سيدي اللي لازم نسأله، ما فيش واحد من اللي كتبوا المسلسل يتأكد إن الأبيات دي بتاعت الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولا بتاعت واحد غيره، ولا ما كانش حد فاضي فيهم؟ ولا اللهجة يا سيدي اللي بيتكلموا بيها في المسلسل هم ما يعرفوش إن الإمام الشافعي حفظ القرآن الكريم وهو عنده 7 سنين، وحفظ كتاب الموطأ للإمام مالك وهو عنده 10 سنين، وبعدها سافر البادية لقبيلة هزيل عشان يتفصح في اللغة العربية واللي هي كانت أفصح العرب، وإن الإمام مالك رحمة الله عليه كان بيحب يسمع كتاب الموطأ بقراءة الإمام الشافعي لأنه هو كان فصيح. ولما سأله هارون الرشيد عن حال اللغة العربية رد عليه الإمام الشافعي قال له ما عرفنا فيها اللحم. وجايب لك الإمام الشافعي وهو بيقول لك الفسطاط منورة بأهلها، والله أنتوا اللي منورين على المصطبة اللي أنتوا كنتوا قاعدين عليها لما كنتوا بتكتبوا المسلسل. ومن جبرتهم يا أخي في الاستسهال جايب لك الإمام الشافعي كان بيعالج مراته عند واحد راهب. المشكلة مش إنه هو راهب، المشكلة إن الإمام الشافعي كان ليه دراية أصلا بالطب زي ما كان ليه دراية بالفقه. والإمام الشافعي نفسه اللي هم عاملين المسلسل عليه قال لولا اشتغالي بالفقه لا اشتغلت بالطب. وهو اللي قال برضه يا سيدي لا تسكن بلدا لا يكون فيها عالما يفتيك في الدين ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك. فمش الأولى يا سيدي أو الطبيعي لأي حد أو أي حد عنده بربع جنيه تفكير إن واحد طبيب المفروض هو يعالج مراته بدل ما يوديها لأي حد تاني؟ فهو الهدف من القصة دي الحبكة الدرامية أو الوحدة الوطنية، فده ما ينفعش لأن التفصيلة دي مش عادية وما ينفعش إن هي تعدي. دول عاملين زي قصة فيلم صلاح الدين لما كان جايبين عيسى العوام مسيحي وهو أصلا كان مسلم، فيوسف شاهين حب يحط التاتش بتاعه. المشكلة يا سيدي إن اللي كتبوا المسلسل بيستسهلوا ومفيش حد منهم تعب نفسه إن هو يدور على أي حاجة مع إن المصادر موجودة. ولما تيجي تعرف مين هم اللي كتبوا المسلسل هتعرف ليه الأخطاء دي أصلا موجودة في المسلسل.
فخذ عندك يا سيدي المعلومة دي عن الناس اللي كتبوا المسلسل. المسلسل اتكتب تحت إشراف واحد اسمه محمد هشام، وده صحفي مصري وهو اللي كتب مسلسل بطلوع الروح. لكن محمد هشام ده ما كتبش أي حاجة تاريخية قبل كده، ودي مصيبة في حد ذاتها. الراجل ده يا سيدي اختار 7 عشان يكتبوا المسلسل، 7، 4 سوريين و3 مصريين، ومن ضمن ال7 دول واحد كل مقوماته إن هو قريب المخرج، ما كتبش أي حاجة قبل كده. والباقي شوية صحفيين وكتاب محدش يعرف عنهم أي حاجة، وما عندهمش خبرة أصلا إنهم يكتبوا حاجة زي دي أو حاجة كبيرة زي دي. والناس اللي عمالة تتكلم وتقول لك الحمد لله إن هم عملوا مسلسل تاريخي بدل المسلسلات التافهة اللي هم عاملين يعملوها. يا سيدي الإمام الشافعي مش شخصية عادية، والأخطاء كمان الموجودة في المسلسل مش أخطاء ثانوية، دي أخطاء في صميم الشخصية، وما ينفعش إن هي تعدي، وما ينفعش إن هم أصلا يغلطوا فيها. يعني عندك يا سيدي الصورة دي، شوف الكرتون اللي جاية في المشهد ده، دي ممكن تعدي، لكن جايبين واحد مش بيصلي السنة ولا عارف كسته الكعبة جاية منين. في النهاية يا سيدي لازم نخلي بالنا، وما ينفعش ناخد المسلسلات كمصدر لمعلوماتنا، لأن احنا شايفين الأخطاء أخطاء أصلا وكوارث في المسلسلات اهي.